مساء الخير. ده فورمات جديد جدا، انا معرفش هعمله ازاي ومعرفش ايه اللي بيحصل ومعرفش انا بقول ايه دلوقتي وهعمل ايه، بس مش عايزين نبانك. زي ما انتم شايفين ده سيت اب انتمت جدا مناسب جدا للموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، وهو الفن بشكل خاص، الفن الكتابي او الكتابه. التساؤلات اللي هطرحها في الفيديو ده هي تساؤلات بدأت تجيلي وقت ما كنت بكتب الفيلم القصير بتاعي. انا لسه بكتبه، بس يعني هنقول انا كنت بكتب الفيلم القصير بتاعي، هو بدأ يخلص بس ده مش موضوعنا دلوقتي. بدأت أسأل نفسي حاجات كتير عن الصدق، او قد ايه انت صادق في اللي انت بتكتبه، وقد ايه انت هتبين نفسك، قد ايه او الى اي مدى هتبين نفسك او هتexpose yourself in front of the audience كده. الى اي مدى انت هتبقى مستعد ان انت تبقى exposed ليهم، تبقى باين ليهم بشكل واضح جدا. دايما بيقولوا الكتاب الصغيرين او الكتاب في بدايات حياتهم دايما بيلجأوا لحياتهم الشخصيه، ودايما زي بيبقى عندهم كده، دايما بيبقى فيه التشبيه بتاع ان انت كانك كاتب جايب شنطه كده، انت معاك اكسبيرينس بتاعتك، معاك حاجات خاصه جدا انت عشتها، تجارب حياتيه، معاك اهل معينين جدا خاصين جدا، ليهم شكل معين جدا انت الوحيد اللي عارفه، ليك اصحاب انت عارفهم جدا، انت نفسك بتشوف نفسك كل يوم وعارف نفسك وبتحاول تكتشف نفسك كل يوم، وانت كشخص بيحاول يكتب اكيد مريت بتجربه ان انت تفهم نفسك وسألت نفسك حاجات كتير قبل كده، فانت ليك تجربه شخصيه ذاتيه جدا وخاصه جدا. لكن دي بتخلق مشكله ان بعدين الكاتب، او في ناس بتدعي ده، ان بعدين اي كاتب بعد افلامه الاوليه بيبدا يخلص، بيبدا مخزونه الفكري ده يخلص، ويبدا يحاول او بيبدا يضطر ان هو يكتب عن حاجات تانية مش بالضروري يكون عارفها زي ما هو عارف حياته الخاصه دي. وده ياخدنا الفرق ما بين الفن والصنعه. الكتابه ممكن تكون فن، ممكن تكون صنعه. فيلم ادابتيشن اخراج تشارلي كوفمان كان بيكسبلور الحته دي شويه، وكان بيتكلم عنها بشكل اعمق بكتير من خلال الاخين. الاتنين بيحاولوا يبقوا كتاب، والاتنين بيحاولوا يكتبوا شيء، لكن في اخ كان فكرته عن الفن ان هو لازم يكون ذاتي جدا، فبيقعد يستنى الانسبيريشن، والانسبيريشن ده شيء ممكن نعمل عنه فيديو تاني خالص. فبيقعد يستنى الانسبيريشن لحد ما يجي عليه، ومش مقتنع خالص بالفورميلاز بالطرق الاستراتيجية او الطرق التقنية جدا اللي بيتم بيها كتابة السيناريوهات في امريكا وفي مصر وفي بلاد كتير جدا، اللي هو ال 3 act structure او بناء القصة على 3 فصول. ومش مقتنع ان ده شيء يتعمل اصلا، ومقتنع ان ده شيء بيحاول يخلي الكتابه شيء سهل، والمفروض الكتابه تكون شيء مش سهل. فالفيلم ده بيعرض الصراع ده شويه، لان اي حد بيكتب هو جواه الشخصين، هو جواه الشخص اللي عايز يحط الافكار بتاعته في تمبلت كده معين، يحطها في فورميولا معينه وتشتغل، عايز يحطها في 3 act structure، عايز ابقى عارف ان عند النقطه دي ده لازم يحصل، وعند النقطة دي ده لازم يحصل، وعند النقطة دي ده لازم يحصل. وفي جزء تاني منك ككاتب بيحاول يستي ترو بقى اللي هو بيكتبه، وبيحاول يبقى صادق في اللي هو بيكتبه، ومش بيحاول يفرض وجهة نظره الفنية على الشيء اللي بيكتبه. ده شيء موجود، ان فعلا في كتاب بتتكلم ان لا، انت لو حاسس ان انت مضطر جدا تلوي دراع القصة، مضطر جدا ان انت تحاول تفورس حاجة انها تحصل ومش مكانها انها تحصل، انت كده كاتب مش كويس قوي. انت كده كاتب بيحاول ان هو يكذب على الناس، يبيع لهم حاجة مش حقيقية. وفكرة مش حقيقية هنا مش بترتبط قوي بفكرة ان ده شيء انت عشته او ما عشتوش، او شيء انت مريت بيه او لا، لكن بيرتبط بفكرة ان انت لازم تبقى بتتعامل مع الشخصيات اللي انت عملتها دي جوه القصة انهم ناس حقيقيين لحم ودم بيتفاعلوا، وتفاعلاتهم دي بينتج عنها احداث معينة، وبالتالي الاحداث هي اللي تتحرك لوحدها. انت اللي عامل السبارك، انت اللي بادئ الموضوع، لكن الاحداث بتبدا تتحرك لوحدها. فمن تجربه كتابتي للفيلم القصير اللي انا بحاول اعمله دلوقتي، لقيت نفسي بواجه اختيارات كتير جدا، لقيت نفسي بواجه افكار كتير جدا وتساؤلات كتير جدا في حته ان انا الى اي مدى انا هبين نفسي. شئنا ام ابينا الكتابه هي انت فعلا كل افكارك واحلامك واي حاجه انت مريت بيها بتبقى متمثله بشكل او باخر في اللي انت بتكتبه. انت كانك
من غير اي حواجز، من غير اي قناع، من غير اي قناع اجتماعي بتحاول تحطه في حياتك اليوميه، من غير اي لبس معين انت بتحاول تلبسه عشان يدي مسج معينه للناس اللي بيشوفوك، من غير اكسسوارز معينه بتحاول تلبسها، من غير نظاره ممكن تكون بتحاول تستخبى وراها. انت مجرد من كل ده، انت بس افكار بس بتتعرض من خلال الاحداث اللي انت بتصورها. فلقيت نفسي بسأل نفسي ايه هو الفن؟ يعني هل الفن ده دايريز؟ هل الفن ده لازم يبقى مذكرات شخصية كده؟ هل الفن لازم يبقى بيعبر عن الشخص اللي بيكتبه؟ فضروري جدا ان هو يكون شبه الشخص اللي بيكتبه، ضروري جدا ان الشخص ده يكون صادق في اللي هو بيكتبه، فيكون الشيء اللي بيعمله ده شبهه جدا. طيب لو الشيء ده شبهه جدا 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 كده، الكاتب ده كاتب، دي شغلانه، هو عايز يعمل ده اكتر من مره، عايز بدل ما يكتب فيلم يكتب 3 افلام في السنه، عايز يكتب روايه، وعايز يكتب كتاب، وعايز يكتب قصه، وعايز يكتب حلقات لمسلسل تتحط على منصه. لو كل الحاجات دي هتبقى شبهه، لو كل الحاجات دي هتبقى هو بشكل او باخر، هل انا ممكن اعوض ده واتفرج على انترفيو للكاتب ده مثلا؟ هل انا لو الكاتب ده كتب فعلا دايريز بتاعته او اتعمل كتاب عنه، هبقى انا كده عرفت كل حياته ومش هتفاجئ باي حاجه هو بيكتبها بعد كده؟ فلقيت نفسي قدام دايلاما. ايه هو الصدق؟ ايه هو الصدق في الكتابه؟ ناس كتير بتعرف الصدق في الكتابه مش انه يكون صدق فعلا. يعني انت لو بتكتب قصه انت مريت بيها فعلا، وانت كنت في المدرسه مثلا وجت المدرسه بتاعتك بتسالك على الواجب بتاعك، فانت ما عملتش الواجب وبتقول انك ما عملتش الواجب، فالمدرسه دي بتضربك باي شكل مثلا، ده صدق القصه، دي القصه صادقه اللي عندك، دي التجربه الحياتيه الخام اللي عندك. انت مش بالضروره بقى تكتبها زي ما هي، لان مش ده اللي بيقولوا عليه الصدق في الكتابه. الصدق في الكتابه هو ان المشهد ده كله يبقى ليه علاقه باللي قبله واللي بعده، يبقى منطقي بالنسبه للمكان اللي هو فيه. ما ينفعش المشهد ده بعد مشهد ضرب الولد ده اللي ما عملش الواجب والمدرسه بتاعته عرفت ان هو ما عملش الواجب بتاعه، المشهد اللي بعده ما ينفعش يبقى متعلق جدا بالمدرسه بتاعته عشان انا ككاتب عايز افورس ان هما يبقى ليهم علاقه ببعض، فانا مش هقدم لك اسباب منطقيه ازاي هما وصلوا للنتيجه دي، وانا هعتمد ان انا كاتب فانا حر اختار ان هما يعملوا اللي هما عايزينه عشان ده الحاجه اللي انا بكتبها. لكن هنا انت مش صادق، عشان انت لازم تبيع لي او تقنعني بان هم ازاي وصلوا للكونكلوجن ده. فانت ككاتب مش مضطر تبقى صادق في كل تفاصيل الحكايه اللي انت هتحكيها، لكن انت بس لازم عليك تكون شاطر انك تعرف تبيع للجمهور ان ده شيء ممكن يحصل في العالم الحقيقي. طيب لو الصدق دلوقتي مش شيء احنا مضطرين نعمله ككتاب، ليه الفيديو ده دلوقتي موجود؟ انا مش مضطر ان انا ابقى صادق في كل حاجه بكتبها، ومش مضطر ان انا imitate myself، لكن انا لازم imitate reality. اوكي، يعني انا لازم اقلد الحقيقه، لازم اقلد العالم الحقيقي، لكن مش شرط اكون صادق جدا في exposing myself للناس، مش شرط اكون صادق جدا في التعبير عن نفسي. وهل ده يخلي اللي انا بعمله فن ولا مجرد توثيق للحياه الحقيقيه؟ لو انا بنقل الحياه الحقيقيه زي ما هي من غير اي اضافه مني ككاتب، هل انا كده بعمل شغلي كويس، ولا انا بس صنايعي كويس؟ انا بس واحد عارف صنعة الكتابة وعارف اكتب، عارف اقنعك كمشاهد ان اللي انا بكتبه ده ممكن يتعمل في الحقيقة، لكن مش شرط يكون بيعبر عني، مش شرط يكون بيعبر عن افكاري، مش شرط يكون ليه اي علاقة بيا. طيب دلوقتي فين ذاتية الفن؟ انا حقيقي جاي اسأل وما عنديش اجابة واضحة لكل الحاجات اللي انا بطرحها دلوقتي، لكن انا جاي بحاول اعرف معاكم ان فعلا فين النقطة اللي بتخلي الفن ده فن، اللي تخلي حكاية القصص دي فن. يعني انا دلوقتي لو رسام وبرسم اللوحة، فانا اللوحة دي بتاعتي. اكيد في مدارس كتير جدا برضو الانطباعية والسريالية وكل الحاجات دي، ومدارس متفقة جدا وبتأيد جدا ان انا لازم اقلد الحقيقة ولازم ابقى واقعي جدا في تعاملي مع الظل والنور، في تعاملي مع الفيشل اكسبريشنز، في تعاملي مع بروبورشنز الجسم، في تعاملي مع كل حاجه موجوده في الحياه الحقيقيه انا لازم انفذها زي ما هي موجوده في الحياه الحقيقيه. لكن تاني، هل ده فن ولا مجرد توثيق؟ ايه اللي يفرق الرسمه عن الصوره الفوتوغرافيه؟ ايه اللي يفرق الكتابه السينمائيه او الكتابه الدراميه عن الصحافه؟ ايه اللي يفرق الاتنين دول عن بعض؟
ولو رجعنا تاني للكاتب اللي كان مقتنع جدا ان هو لازم يعبر عن نفسه ولازم يعبر عن افكاره، اللي هو مع كتاباته بدأ يقول كل حاجة عن نفسه. حكاياته خلصت، تجاربه الشخصية خلصت، أفكاره عن نفسه خلصت، أفكاره عن العالم خلصت، أفكاره عن الحاجات اللي حوالينا خلصت. دلوقتي هو مضطر يعمل إيه؟ مضطر يكسبلور حاجات تانية خالص. الكاتب ده اللي عمره ما حضر حرب في حياته، اللي عمره ما كان في ساحة حرب بأي شكل من الأشكال، ممكن يعوز يكتب فيلم عن الحرب العالمية التانية. اوكي، المشاعر الإنسانية واحدة، ممكن المشاعر اللي أنا حسيت بيها أحكيها في الإطار بتاع الحرب العالمية التانية، لأن في الآخر اللي بيجعل السينما هي كونها يونيفرسال، كونها شيء عالمي، كونها شيء مش مرتبط بأحداث معينة، مش مرتبط بتاريخ معين، مش مرتبط حتى بثقافة معينة عشان الفيلم ده يتفهم. الفيلم بتاعك لو ناجح جدا هو المفروض يتفهم في أي ثقافة في أي وقت، وأيا كان مين اللي بيتفرج عليه. فأنا لو مريت بمشاعر فقدان معينة مثلا، أنا مش شرط أقدمها في حياة شبه حياتي، ممكن أقدمها فعلا في الحرب العالمية التانية. لكن هل أنا كده صادق؟ هل أنا كده pretentious؟ هل أنا كده متصنع؟ إنك كفنان حد يقول عليك pretentious أو حد يقول عليك متصنع، ده تقريبا ممكن يكون الخوف الأكبر ليك في حياتك. لأن أنت لو بتتصنع فعلا اللي أنت بتحاول تعمله فأنت كذاب. أنت مفيش جمهور هيحب يتفرج على حاجة الشخص ده اللي بيحكي عنها، اللي المفروض أشوف وأتفرج على اللي هو بيقوله واللي هو بيعمله واللي هو بينفذه في العمل السينمائي اللي هو بيقدمه لي او العمل الدرامي اللي هو بيقدمه لي. لما اعرف عنه ان هو شخص متصنع، شخص pretentious، عمره ما عاش حياة الناس اللي هو بيتكلم عنهم في الفيلم، ده شيء هيفقدك جمهور، هيفقدك ثقة ناس كتير جدا. في فيلم كفر نحوم لنادين لبكي، انا كنت بتفرج على الفيلم ولحد نص الفيلم انا فعلا بدأت احس مشاعر غريبة. الفيلم صادق جدا في كل حاجة بيحاول يقولها، في الأداءات التمثيلية، في تصوير، في اختيار الأماكن اللي بنصور فيها الأحداث، في اختيار المواضيع، في اختيار طريقة مناقشة المواضيع. الفيلم صادق جدا. لكن على نص الفيلم بدأت أحس إن المخرجة دي هي في الآخر نادين لبكي هي شخص ما نقدرش نقول عليه شخص عانى بشكل كبير، أو على الأقل ما عاشتش التجربة اللي هي بتحاول توصلها من خلال الفيلم بتاعها. فأنا لقيت نفسي على قد ما أنا مندمج جدا جوه الفيلم، انا حاسس ان انا بعمل حاجه غلط، حاسس ان انا شخص privileged جدا، شخص مرفه جدا بالنسبه للاحداث اللي بتتقدم في الفيلم. الفيلم ده في الاخر هو piece of art كده هتتقدم لناس في مهرجان كان، وناس privileged عندهم نت في البيت وعندهم تكييف وعندهم مروحه وعندهم حاجات facilities كتير جدا تخلي الحياه اسهل كتير ليهم. اوكي، هيقضوا ساعتين مش من احلى ساعتين هيقضوهم في اليوم، وده اكيد ممكن يغير فيهم كبني ادمين، واكيد ممكن يعلمهم حاجه عن ال الاشخاص دي، ممكن يعلمهم حاجه عن القصه دي، ممكن يعرفوا على الاقل معلومات معينه هم ما كانوش يعرفوها عن الجزء ده من العالم. لكن في الاخر انا والناس اللي اتفرجت على الفيلم والناس اللي عملت الفيلم هتتبسط بالتجربه، سواء اتفرجت عليها او شاركت في صناعتها. وكل ده هيعدي، كل ده هيروح، وهيتبقى الناس اللي ظهروا جوه الفيلم اللي هي هتفضل مكمله انها عايشه نفس حياتهم، هتفضل مكمله انها موجوده في نفس المعاناه، وهنبقى احنا بس خدنا سناب شوت من حياتهم علقناها في متحف كده، وجي ناس ببدل غنيه جدا سقفت على اللوحه دي وبس، وعدت، والناس دي عدت ركبت عربياتها وروحت، ومفيش اي حاجه اتغيرت في العالم. انا مش بقول ان كل piece of art او ان كل قطعه فنيه او كل عمل فني محتاج انه يكون ليه دور توعوي او يكون ليه دور اصلاحي اصلا. والفن انا شايف ان هو قوته في ان قد ايه هو قادر يعبر عن الناس اللي بتعمل الفيلم، وقد ايه قادر يعبر عن الناس اللي عايشه الحياه بتاعتهم بره الفيلم. الامباكت بتاعه عليك وتاثير التعبير ده عليك انت بتحدده. انت ممكن تشوف فيلم زي كفر نحوم ده وتقرر تتبرع بكل فلوسك لمنظمات تحمي الناس دي من قسوة الحياة، وممكن تشوف فيلم ده وتدخل تنام، وممكن تشوف فيلم ده وتبدأ تحاول يبقى ليك دور حتى ببوست كاتبه على فيسبوك او بأي حاجة. وفي الاخر العمل الفني مش هيبقى مسؤول عن فعلك انت بعد ما اتفرجت على العمل الفني. هل في معايير معينة؟ هل في حد ادنى من التجارب الحياتيه اللي الشخص ده لازم يكون عاشها
عشان يقدم قصة عن الفقر، عشان يقدم معاناة، عشان يقدم حاجة فيها ظلم جدا. أنا شخصيا في مخرجين معينين مش بقدر قوي أتقبل منهم كلامهم عن الفقر وعن الظلم وعن المأساة الإنسانية وعن المعاناة بتاعت طبقات معينة في المجتمع. بحس إن أنا مش قادر أتقبل منهم الكلام ده، لأني بحس ان هم كل علاقتهم بالطبقه المعينه دي مثلا، او الحقبه الزمنيه دي، مش شرط يكون حاجه اجتماعيه، مش شرط يكون فرق طبقات، ويكون كل علاقتهم فعلا بالحقبه التاريخيه دي. شويه جرايد، شويه كتب. الكتب والجرايد مراجع تحفه مراجع اكيد لازم كل حد يستند اليها وهو بيكتب اي حاجه تاريخيه او اي حاجه هو ما عاشهاش بشكل كامل. لكن هل انا ينفع اعتمد على هل انا قادر اجت ايموشنز معينه من الكتب دي؟ باخد معلومات مهمه هعرف احطها جوه الكاميرا، هعرف اصورها، الناس كانوا بيلبسوا ايه، والناس بياكلوا ايه، والناس قاعدين في بيوت عامله ازاي، لكن الناس دي كانت حاسه ايه، الناس دي كانت بتفكر ازاي، الناس دي كانت ايه اولوياتها. انا حقيقي مش عارف فين الحاجه الغلط، فين الطرف اللي غلط في المعادله، فين الشخص اللي المفروض ان هو نقعده كده ان لا انت صح كمخرج، انت صح وليك الحق ان انت تعمل الحاجات دي كلها، ومش شرط تكون عشت الموقف دي ولا حاجه. وحد تاني يقعد معايا مثلا او مع اي حد جاله التساؤلات دي قبل كده ويقول له لا انت غلط. لازم نتقبل كل اراء الناس اللي بتحاول تعبر عن نفسها وبتحاول تعبر عن جزء معين في المجتمع، لان ده من حقهم. انا مش عارف. فيلم ريش، فيلم إخراج عمر الزهيري، عمل مشاكل كتير جدا في استقبال الناس ليه. الفيلم كان ليه اختيارات فنية جريئة جدا في تصوير الناس اللي كان بيحاول يصورهم. الفيلم ده أنا شفته من فترة كبيرة جدا، والحقيقة أنا ما أقدرش أقول إن أنا حبيته جدا بالشكل اللي كان في بعض الناس بتتكلم بيه، لكن حسيت إنه كان فيلم محتاج يتعمل، حسيت إنه كان فيلم محتاج يتنفذ بالطريقة دي. حسيت ان ده اختيار فني جدا مفيش حد يقدر يعترض عليه، لان الفن في الاخر شيء المفروض يكون ذاتي، متهيألي المفروض يكون ذاتي. انا ما اقدرش اقول ان معاناتي في كتابة الفيلم القصير بتاعي كانت حاجة شبه ان انا اتكلم عن ناس انا ما عشتش معاهم خالص، او اتكلم عن ناس انا ما مرتش تجاربهم الشخصية عشان اكتب عنها. لكن كان صعوبة الفيلم ده ان انا لقيت نفسي مضطر جدا 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 استكشف نفسي، استكشف انا عايز ايه، واعبر عني من غير ما احط حواجز بيني وبين الجمهور، كشخص بيكتب الفيلم مش كشخص بيمثله او بيخرجه. والحقيقه السؤال ده انا قابلته كتير جدا في معظم فترات حياتي، ان طب الكاتب اللي بيكتب فيلم او مسلسل عن قاتل بيقتل الستات اللي بترفضه، ازاي الكاتب ده مش بيخاف من الستيجما المجتمعيه اللي ممكن تقع عليه؟ ازاي الكاتب ده يقدر يخلف بنت وتعيش في حياه طبيعيه جدا من غير ما حد يقول لها انت باباكي اكيد كتب الفيلم ده او المسلسل ده عشان دي كانت قصه حياته، ودي كانت مامتك انت اللي كانت بترفضه دي عشان كده هي ماتت ازاي الكاتب قادر يشيل كل الابسكيلز دي وان هو يقدم حاجه كده؟ وده مثال ناس كتير جدا ممكن تتقبله، لان الحاجه الاكستريم كده عندها ميزه مهمه جدا جدا، ان انا اكيد وانا بتفرج على المسلسل اكيد مش هيجي في دماغي ان الشخص ده ممكن يكون قتل قبل كده، مش شرط، اكيد مش شرط. فانا مخي خلاص بيقطع العلاقه دي ما بين العمل الفني والكاتب بتاعه، لان اوريدي الحاجات دي متطرفه جدا. انا حاسس بقى جدا انها موجوده لاجل الدراما فقط، موجوده لاجل عمل فني، لاجل عمل فني ممتع او ابيلينج لناس كتير وبس. ده الموضوع. انا اقدر ادخل اشوف فيلم ولاد رزق وقادر احس ان اكيد الناس دي ما عاشتش الحياه دي، واكيد الممثل ده ما عملش الحاجات دي في الحياه الحقيقيه، واكيد الكاتب ده بيكتب الحاجات دي عشان ممكن يكون شافها او قراها في جورنان او قراها في حاجه تانية. لكن في عيب كبير جدا في الحاجات التانية اللي هي مور سطر، اللي هي اكتر من تحت لتحت، او اللي هي ابسط كتير جدا على الورق، لكن استقبال الجمهور ليها بالعكس بيبقى شيء ما تقدرش تفهم ازاي الناس دي قادره تتقبل فيلم من اوله لاخره فيه اساءه لفئات معينه من المجتمع، اساءه لحاجات كتير جدا، اساءه لقيم كتير جدا مجتمعيه، وفي نفس الوقت مش قادره خالص تتقبل حاجه من تحت لتحت كده.
لكن على سكيل تاني اصغر جدا، في كاتب صغير بيسأل نفسه 100 مرة قبل ما يحط علاقة ما بين اب وابنه تكون متوترة شوية. لان الشخص ده بيفكر ان هو هينزل كل يوم مدرسة، هينزل كل يوم كلية، هينزل كل يوم شغل، وهيقابل نظرات المجتمع. ان ايه ده، هو العلاقة المتوترة اللي كانت بين الاب والابن دي علاقتك انت وباباك؟ طب انت محتاج حاجة، محتاج مساعدة معينة؟ فالموضوع تاني يخليني افتكر حاجات تانية، يعني A Clockwork Orange مثلا. ده يعني ايه بقى الستيجما الاخلاقيه اللي كل الناس اللي اشتغلت في الفيلم ده مضطره تتعامل معاها بقيه حياتها؟ ايه نوع الستيجما دي؟ وده بيخلي فيه نوع تاني من الكتاب بيظهروا جدا جدا جدا، وهم الكتاب الفريندلي قوي. الكتاب اللي ماشيين جنب الحيط جدا، بيحاولوا يرضوا كل الناس وكل الاذواق، وبيحاولوا يرضوا كل فئات المجتمع. ودايما افلامهم بحس انها حاجه ملهاش طعم. اللي انا هقدم معاناه وظلم جدا جدا جدا، هقدم الكونفليكت وهقدم الصراع النفسي وهقدم كل حاجه، لكن بطريقه مثاليه الى ابسط الحدود. اللي هو بجد انا لو الصراع ده موجود بالشكل ده في الحقيقه، انا عايز اعيشه عادي جدا، انا ما عنديش اي مشكله اعيش الصراع ده بالظبط كده. فبتلاقي ان الهروب من الستيجما دي بيخلق حاجات ملهاش اي معنى. فهل الفن لازم يكون بيسبب شيء من الاحراج للشخص اللي بيعمله؟ وهل ده شرط اساسي في الفن اللي بيتقدم ان هو يكون مش مريح قوي لكل الناس، مش مريح قوي لكل الفئات، وان الشخص اللي كتب الفيلم ده ما يقدرش كده يروح يحكيه ببقه للناس؟ لان بجد يعني في لايرز كتير قوي عايز اعدي بيها عشان اشوف القصه دي، ومش عايز اشوفك انت بتحكيها. انا عايز اشوفها بتتمثل، عايز اشوفها في ديكور، عايز اشوف مخرج بيحط الانبوت بتاعه وبيحط الاضافات بتاعته، عشان ما احسش ان انت مختل عقليا. وفي الاخر انا نسيت انهي الفيديو، فهحط باقي الكلام اللي عندي على وشي وانا بتكلم عادي جدا. ففي الاخر دي كلها كانت تساؤلات لو حاولنا فعلا نجاوب عليها هنبقى بنضيع قيمة الفن وقيمة النقاش اصلا، لان تهيالي قيمة الفن في النقاش حواليه. فشكرا ليكم انكم اتفرجتوا لحد دلوقتي. لو في حد اتفرج لحد دلوقتي، الفيديو ده انا كنت بستخدمه كبريك ما بين مشاريع تانية بحاول اشتغل فيها. فاشوفكم في حاجات تانية قريب، وباي باي.